هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هاخدكم معايا فلوج كده حلو وحاولوا تخمنوا انا رايحه فين. انا رايحه مكانين وفي سبب ان انا رايحه المكان الاول. ماشي، هنا بقى كنت بوريكم الاوتفيت بتاعي. ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي؟ اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه. انا بقى يا جماعه كنت بوريكم الاكسسوارز اللي انا لبستها، انا اللي عاملاها طبعا يا جماعه. كنت برش بقى هنا البرفيوم. بجد يا جماعه بحب البرفيوم ده قوي. هنا بقى نزلت خلاص وكنا بنحط الشنط في العربيه. هنا بقى انا وصلت. خمنوا بقى يا جماعه المكان ده لحد ما اقول لكم. هنا بقى يا جماعه كنت بوريكم المناظر. طبعا يا جماعه انتوا كده عرفتوا انا فين. انا في البلد في الشرقيه. بصوا يا جماعه كنت بصور لكم الاشجار قدام البيت كده بتاعنا. ماشي. بجد يا جماعه كان الجو جميل قوي النهارده وكان اليوم جميل قوي اصلا. بصوا انا بقى اتمشيت هنا شويه، يعني ما اتمشيتش بعيد قوي، يعني كنا قدام البيت. بصوا شايفين والله هو شجر كتير. وهنا كان اسمه ايه ده. ودي كده يا جماعه مكنه الميه اللي عدت دي. مش يا جماعه، بصوا يا جماعه الدنيا قدام البيت بتاعتنا نظيفه قوي. وانا بصوا الشجر بهولكوا تاني. بجد يا جماعه كان الجو تحفه. وصلنا بسرعه قوي اصلا. بصوا انا كنت فضلت ماشيه شويه قدام. هنا العربيه بتاعتنا كنا راكنينها هنا يا جماعه اصلا. بنقعد نلعب اولى بقى وخلاويص وبنقعد نلعب حاجات جميله جدا والله بجد. وبنتسلى قوي لما بكون هناك. والجو لا كان حر قوي ولا ساقع قوي، بس كان جميل. وهنا كنا راكنين العربيه. هنا بقى يا جماعه كنت بتدفى على الولعه. معرفش دي يا جماعه، دي حاجه اسمها القلح. القلح، ايوه. بصوا يا جماعه، ده لما عارفين الذره المشويه اللي احنا بناكلها، بعد ما بناكلها اللي هي البتاع اللي بتبقى منها، فبنسيبها تنشف وبعد كده بنستخدمها. ممكن ندفي بيها يعني، او نسخن عليها العيش، او يعني نعمل شاي بيها. بجد يا جماعه بتسخن تحفه جدا. وهنا بقى يا جماعه كنا بنرص القلح. ماشي. كانت والله بجد كان الجو هوا بقى شويه كده وهنا بقى يا جماعه انا كنت مسافره يوم الجمعه، فكنا بنجهز الفطار قبل يعني وصلات الجمعه شغاله، فاهميني. هنا بقى يا جماعه كانت تيتا بتعلمني ازاي اسخن العيش. ماشي. ماما مبسوطه قوي بجد. قلت لها تيتا ايه انا عايزه اسخنه، فقالت لي ماشي. قالت لي طب ماشي ايه، تعالي اعلمك الاول. فتيتا كانت بتوريني ازاي. فكانت بتحط العيش على القلح وتسيبه لما يتحمص شويه او يتسخن. ماشي. لحد ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده شلنا العيش، بس انا نسيت اصور لكم. شلناه. وهنا بقى يا جماعه انا كنت هموت واجرب، كنت متحمسه قوي بجد ان انا اجرب. بصوا يا جماعه، قولوا يا جماعه لو انتوا في الشرقيه، او لو انتوا مثلا في قرايبكم عايشين في الشرقيه، او لو انتوا اصلا كنتوا عارفين القلح. انا بقول لكم يا جماعه الحاجات اللي انا عرفتها ممكن تستفادوا او حاجه لو حابين تجربوها او حاجه زي كده. هنا بقى يا جماعه كنت بعمل لكم لايك، يعني ان انا خلاص ايه فهمت. هنا بقى يا جماعه تيتا ادتني خلتني اسخن. هنا كنت بسخن لريان عيش اللي هو البلدي بتاع مصر عادي، مش العيش الفلاحي، عشان هو مش بيحب العيش الفلاحي، انا بحبه عادي. وشايفين اهي صينيه الفطار جهزت. وبجد تيتا تسلم ايديك يا تيتا على الفطار، كان طعمه يجنن. هنا بقى يا جماعه تيتا قالت لي ايه، استني بصي. كانت بتوريني تاني. وبعد كده بقى انا ايه هسخن خلاص بقى، بقيت حريفه وحبيت المهنه بقى. بعد كده بقى فطرت. وبعد كده ران كنت بزق بالمرجحه شويه، بس عشان ايه طبعا يا جماعه انا بلعب عادي برضو، بس مصورتلكوش وانا بلعب بالمرجحه. انا بقى يا جماعه كنت بصور لكم ريان كان بيعمل لكم هنا هاي ازيكم يا جماعه عاملين ايه. ما تنسوش تعملوا لايك، كانوا بيقولوا لكم كده. وبعد كده بقى يا جماعه انا طلعت شويه اتمشى على البحر بتاعنا. اهو كنت بوريكم الزرع ماشي وانا ماشيه، بس ما وريتكوش البحر. هنا بقى يا جماعه ماشي كنت بتمشى برضو. بصوا يا جماعه كان المنظر بجد الخضره تحفه ازاي، بجد بجد يا جماعه كان منظر تحفه. بعد كده عمو ده كان عايز يصور معايا، فقلت له ماشي تعالى يا عمو اصورك. بيعمل لكم بقى في الكاميرا. والله يا عمو ده كان عسول قوي. بعد كده بقى يا جماعه لقيت سفندي كان شكله يجنن. قلت ايه انزل اخد. طبعا يا جماعه حرام وكل حاجه، بس ربنا يسامحني. وماما وكادي كانوا قاعدين، ماما وكادي وسينا كانوا قاعدين امسك حرامي امسك حرامي، بس عادي يعني برضو ندوق. مهم قعدت اجيب، كنت هقع يعني، عشان كانت قدام تحت شجره السفندي الارض غارزه شويه. اوكي. وانا كنت لابسه بوت فكان عالي شويه، فكنت هقع. جبت 3 سفنديات ووقعت واحده. انا بقى يا جماعه الصوره يا جماعه كنت بدوق. كان حادق قوي بجد يا جماعه، وطعمه وحش موت.
بس عادي يعني يا جماعه، المال حرام، المال حرام مش كويس. هنا بقى يا جماعه كنت بوريكم تاني، وهنا كده يوسفين كانوا قاعدين بيلعبوا ويتفرجوا على الشباك، بيتفرجوا يعني على الارض الزراعيه وكده. هنا بقى يا جماعه كنا ماشيين في البلد، كان الجو بجد يجنن، والسحابه كان شكلها تحفه قوي، كنت عايزه اصور لكم والله كل حاجه. طبعا بقى يا جماعه انا هنا كنت رايحه عيد ميلاد حد، وهتعرفوا عيد ميلاد مين لما اوصل هبقى اقول لكم. هنا بقى يا جماعه انا وصلت العيد ميلاد. هنا بقى يا جماعه كنا بنجهز عيد ميلاد لوكا. هنا بقى يا جماعه كنت بصور انا ولوكا في السوق قاعد بيتاوب، جهزت بقى العيد ميلاد. هنا بقى يا جماعه كنت بتكلم وانا بتصور. هنا لوكا يا جماعه بقول لكم هاي، ماشي. هنا بقى يا جماعه بنصور عادي انا ولوكا تاني. هنا بقى يا جماعه ايه رايكم في هديه لوكا اللي انا جبتها له؟ ايه رايكم بالتورته بتاعت لوكا؟ ايه رايكم؟ لوكا هنا بقى كان مبسوط بيها قوي، بس هو كان مسلحان مع حاجه تاني، هو كان قاعد بيلعب بيها من شويه. هنا بقى يا جماعه لوكا ماسك البتاعه دي، فانا اخدتها اكلت منها، كان طعمها جميل جدا والله. انا لوكا بقى زعل لما انا اكلت منها. انا بقى لوكا يا جماعه كان بيجري على امه، على بيجري عليهم عشان يرقص معاهم، ماشي بجد يا جماعه لوكا. وهنا بقى انا ولوكا، ماشي. بعد كده هنا بقى بصوا يا جماعه، وده كده كان اليوم خلص. بعد كده بقى قعدنا شويه مع لوكا، بس بعد كده بقى يا جماعه صورت لكم تاني الاوضه، عشان دي كان اكتر حاجه اتبسطت بيها في الفيديو طبعا. بعد العيد ميلاد صورتها لكم تاني عشان انا كنت مستمتعه قوي بجد يا جماعه. انصحكم تجربوها، متنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا كنتوا عارفين الحاجات دي ولا لا. وبجد يا جماعه اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف كده على قلبكم. وبجد يا جماعه انا بحبكم جدا ونفسي القناه دي تكبر بيكم. مش عارفه اقول لكم ايه تاني والله بجد يا جماعه، بس هقول لكم تاني متنسوش تعملوا لايكات كتيره قوي قوي قوي، وشيروا الفيديو عشان نوصل لناس كتيره. و اعملوا لايك وسبسكرايب. نعم، ما تنسوش بقى يا جماعه تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفلوج، واتمنى ان هو يكون عجبكم. باي.